السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل طبق بصارة. هنجهز بقى نص كيلو فول مدشوش منقوع حوالي ساعة. هننزل بقى بيه في الحلة، معلقة سكر صغيرة، راس توم، ملح وفلفل وكمون وكزبرة، من كل حاجة معلقة صغيرة، حزمة نعناع، حزمة كزبرة، حزمة شبت، حزمة بقدونس، واحد فلفل رومي او فلفل حامي اللي تفضليه، وحزمة بصل اخضر. يبقى حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة نعناع، حزمة بصل اخضر، واحد فلفل رومي، معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمون وكزبرة وملح، وحوالي رتل مية، يعني بمعدل 6 كوبايات مية. رفعناهم على النار على عين هادية خالص، اكنك بتدمسي فول بالظبط، عين هادية خالص. خلاص كانت دخلت في السوا خلاص يعني. دي بصلة متقطعة جوليان، او دي معلقة نشا على دقيق، معلقة واحدة بس، وعليها معلقة صغيرة بصل بودرة على توم بودرة وذرة ملح. قلبناهم كويس وهنعفر بيهم البصل البصل اللي هنحطه تقلية يعني على وش البصارة. طبعا نزلنا بيهم في زيت سخن جدا، هنحمرها زي التقلية بالظبط. هنشيلها بقى اول ما تحمر، تحطيها على مناديل، تحطيها في اي مصفى براحتك. بعد كده هنضرب بقى البصارة بالهاند بلندر او في الخلاط، درق الخلاط يعني. طبعا هي تتضرب بسهولة جدا في الهاند بلندر لانها استوت على عين هادية خالص، كانت كل حاجة يعني اتضربت بسهولة جدا. بعد كده بقى الزيت اللي احنا هنرفعها على النار طبعا لمدة 5 دقايق بس كده على عين هادية، عقبال ما نبقى الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل التقلية يعني، هناخده هنحطه كده في طاسة صغيرة مثلا، هو حوالي كده يعني نص كوباية زيت، كوباية الا ربع زيت يعني. هنحطهم بقى في طاسة صغيرة، وهنجهز نص معلقة بصل بودرة، ونص معلقة توم بودرة، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، ونص معلقة فلفل اسود تاني. هنسخنهم على النار مكان الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، التقلية بتاعة البصارة يعني. وبعد كده هننزل بيهم على حلة البصارة، هنسيبهم حوالي 5 دقايق تاني على النار، وبعد كده هنطفي عليها. طبعا اللي حابب ياكلها سخنة بيسيبها في الحلة وبيغرف عند الأكل على طول، واللي حابب بياكلها ساقعة زي حالاتي بتغرفيها وبتسيبيها كده بقى. أنا متعودة أكلها ساقعة بصراحة، بحب أغرفها وأكلها كده يعني، لكن في ناس بتحب تاكلها سخنة كده. طبعا دي بقى بعد ما أنا غرفتها، وادي التقلية اهي. ياريتكم بقى تجربوها وتدوني رأيكم في الكومنتات، هتعجبكم ولا لأ. ودي شكلها بعد ما غرفتها، يا رب تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، واللي ما اشتركش في القناة ويشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.